لعيبة بتلمع وتختفي، وفي لعيبة بتسيب بصمة، لكن في نوع نادر جدا بتكتب اسمه في تاريخ نادي بحجم الأهلي بحروف من نار. النهارده في التاريخ أهلاوي هنحكي عن صخرة الدفاع، الراجل اللي ما خافش من حد. وائل جمعة ابن قرية في الغربية، ما بدأش بدري وما طلعش من ناشئين الأهلي، ولا طلع في إعلام ولا اتقال عليه موهبة كبير، لكنه عمل اللي محدش عمله. بدأ حياته الكروية في غزل المحل، مع أول لمحة بان إننا قدام لعيب مختلف. في 2001 الأهلي بيضم وائل جمعة، من أول ماتش ظهر إنه مش مجرد مدافع، ده مقاتل، عقله في رجله وقلبه على الفانيلا. من هنا بدأت الحكاية. وائل جمعة لعب مع الجيل الذهبي للأهلي، جيل أبو تريكة وبركات ومتعب وحسام عاشور وشادي محمد، لكنه كان هو الأساس، الراجل اللي في قلب الدفاع. مفيش مهاجم بيعدي، مفيش كرة بتعدي، مفيش لحظة تهاون. فاز ب6 دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، وفاز ب8 دوري مصري، بطولات كتير محلية وأفريقية مع منتخب مصر. فاز ب3 بطولات أفريقية متتالية 2006 و2008 و2010. كان هو الأساس عنصر التشكيله بتاعت منتخب مصر اللي رجعت الامجاد. وائل جمعه ما كانش بيضحك كتير، ما كانش بيظهر في الاعلام زي غيره، لكنه كان قائد بصمت. كل اللي موجودين معاه في الملعب كانوا بيحكوا عن صياحه وتوجيهه وتحفيزه. كان بيقاتل على كل كره كانها بطوله، حتى بعد الاعتزال فضل اسمه رمز للانتماء والرجوله. ناس كتير قالت عليه الصخر، لكن الحقيقه وائل جمعه كان اكتر من الصخر، كان سور النادي الاهلي اللي محدش بيعديه. في يوم من الايام لما التاريخ يجي يكتب عن اعظم مدافعين افريقيا كده هيبدا باسم وائل جمعه. شكرا يا كابتن، علمتنا يعني ايه تلعب برجوله، يعني ايه تلبس الفانيلا الحمراء وانت عارف قيمتها. معكم باسم عيسى من قناه التاريخ اهلاوي. اشتركوا وفعلوا الجرس عشان حكايات لسه كتير، والتاريخ دايما اهلاوي. في النهايه الاهلي دايما في القلب. سلام.